ده داو، الكل بيتنمر عليه علشان فقير وضعيف، ولكنه اكتسب أقوى نظام غير حياته وخلاه صاحب أقوى سلطة ونفوذ في العالم، وقدر إنه ينتقم من كل الحسالة اللي كانوا بيتنمروا عليه. فيا ترى بقى إيه سر قوته؟ ولا إزاي اكتسب النظام اللي غير حياته؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده يا صديقي. فيا ريت بقى قبل ما نبدأ تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخلونا بقى نفجر الفيديو لأكتر من 5000 لايك، وتعال أقولك الحكاية بدأت إزاي. بتبدأ حكايتنا النهاردة وبنشوف الشخص ده ماسك واحد اسمه داو ومعلقه من رقبته في الشجرة، فبيقول له انت ما تعرفش انا ابقى مين؟ فبيقول له يا اخويا، مش انت نسيب عائلة جيانج؟ انت اللي مالكش لازمة صح؟ فبيرد عليه وبيقول له الظاهر انك اعمى وانا اللي هخليك تفتح، انا بقى سيد بيت ملك التنين تشاوشين. فبيتصدم داو اللي معلقه في الشجرة وبيقول له بتقول ايه؟ هو انت ملك التنين الاسطوري بجد؟ فبيقول له تشاوشن بكل غضب تخيل بقى كده واحد حقير زيك فكر يقرب من البنت اللي هتبقى مراتي. فبيبص له ده وهو خايف وبيقول له انا غلطت سامحني. فبيبص له تشاوشن وبيقول له للاسف العفو مش في قاموس ملك التنين. فبيدوس جامد على رقبته لحد ما بيكسرها وبيموته. بعد كده بقى بياخد رجالته وبيمشي، بس بنتفاجئ ان ده بعد ما مات ظهر العفريت بتاعه طاير في الجو، وبنشوف بنت ماشية في نفس المكان اللي اتقتل فيه وبتقرأ خبر وفاته اللي ظهر لها على النظام. فبتبص لجثة داو وبتقول اكيد هو ده الشخص. فبتدوس على شاشة النظام اللي ظهرت فوق دماغه، وفجأة بقى بيحصل انفجار وبيتغير الزمن، وداو بيفتح عينيه بيلاقي نفسه في مكان تاني ومستغرب بقى انه رجع من الموت. بس بيظهر له على شاشة النظام رسالة من البنت اللي رجعته من تاني، واللي بتقول له انه هيموت بعد نص ساعة من دلوقتي علشان هو ده التوقيت اللي مات فيه. بعد كده بقى بيكون تشاوشن قاعد مع خطيبته المستقبلية واللي بتقول له مالك؟ هو انت سخن؟ ولسه بتحط ايدها عليه. فبيتبدل وبيكون داو مكانه وبيزقها وبيقول لها اوعي تلمسيني ابعدي عني. فبتقول له امها انت انسب حد لعيلتنا انك تتجوز بنتي. فبيقول لهم تشاوشن محدش هيتجوزها غيري لان انا حطيت استثمار 10 مليار دولار في شركة العائلة دي. فبتضربه البنت بالقلم وبتقول له انت واحد مالكش لازمة، فاكر انك هتقدر تستغلني بالطريقة دي؟ يلا اخرج بره عائلتنا، مفيش مكان لواحد زيك. بعد كده بقى بتروح هي وامها عند داو واللي بيفضلوا ماسكين فيه وهو هيموت من الرعب على نفسه، وبيقول لهم استهدوا بالله كده وابعدوا عني. فبيبص له تشاو بغضب هو ورجالته وبيقولوا له رايح فين؟ مش تواجه ملك التنين الاول؟ وبيكون تشاو مع عصابة التنين كلها وبيقول له انا بمكالمة واحدة بس مني هتكون ميت دلوقتي. فبيضحك داو وبيطلع التليفون في وشه وبيفضل يضحك. بعد كده بقى بنلاقي الشرطة دخلت وقبضت على رجالته وبتقول له انت مطلوب وهتتحبس لانك من المنظمات الغير قانونية بره الدولة. بعد كده بقى بتحط الكلبشات في ايده وبياخدوه، والشرطية بتقول لداو انت هيتحط لك مكافأة في حسابك الشخصي. بعد كده بقى بنشوف داو بيفتح شاشة النظام وبيقول كده ما قداميش حل غير اني اقبل باي مهمة تجيلي. بعد كده بقى بيروح داو جنب بنت عائلة جيانج، فبيجيله على التليفون رسالة وانه بقى معاه 30 مليار دولار. هنا بقى بتفرح امها جدا وبتقول له انت وفيت بوعدك وقبضوا على ملك التنين بفضلك. فبيقول لها استني دلوقتي بقى الموضوع واقف على موافقة بس لانسة جيانج. فبتبص له جيانج وبتقول له انا علشان خاطر عيلتنا ممكن اعمل اي حاجة. فبيقرب منها داو فبتظهر كده علامة سلبية باللون الاحمر فوق راسها، وفي اللحظة دي بقى النظام بيبعت له مهمة وانه لما مشاعرها توصل ل 90% هيكون انجز المهمة. فبيقول انا هعمل كده ازاي دلوقتي؟ دي مشاعرها سلبية وبيحس ان هي قاعدة معاه بس علشان عيلتها. بس هنا بيقول لها مفيش داعي تجبري نفسك، دي علاقة شغل، واسمعي بقى الجديد مني انا عايز اشتري المجموعة بتاعتكم مقابل 10 مليار دولار. فبتتصدم هي وامها وبتقول له مالك؟ هو انت عاوز تستحوذ على املاكنا؟ فبيقول لها داو انا عارف ان انت صعب تقبلي حاجه زي دي بس ده هيكون خيارك الوحيد. وبيقوم علشان يمشي من البيت، بس اثناء ما هو طالع بيجيله رساله من النظام وانه لازم يغير من الاستراتيجيه دي. فبيزقها داو وبيقول لها انا عارف انا بعمل ايه كويس. بعد كده بقى بنشوف داو قاعد في بيته وبيتدرب على الطاقه اللي جوه جسمه، وفي اللحظه دي بقى بتظهر البنت اللي ساعدته يرجع من الموت وبتقول في بالها شكلي كده اخترت الشخص المناسب اللي هيساعدني علشان اهرب. وبتحط له السلسله في رقبته اللي بتزود
الطاقة. وبعد كده بقى بتيجي مراته وبتقول له انا عاوزاك تسيب البنت اللي جبتها هنا امبارح علشان اخوها جندي وممكن يأذيك. فبيروح داو فبيلاقي البنت نايمة في السرير، فبيتصدم بقى لما بيفتكر وبيقول هي جت هنا ازاي. بعد كده بقى وفعلا بينزل على صوت اخوها واللي بيهدده علشان اخته ليو، وساعتها بقى المعركة بتقوم ما بينهم. واخوها خلاص كان هيديله بوكس يجيب اجله، بس في اللحظه دي بتصحى ليو وبتقول له ان ده ومالوش علاقه ومراته هي اللي انقذتها وجابتها لهنا. فبيشكروا اخوها وبياخد اخته وبيمشوا. بعد كده بقى بيروحوا لبيتهم عند امهم المريضه، بس بعد كده بيجي واحد بالونش وبيهدم البيت وبيقول لهم مدتكم خلصت، لو ما اتحركتوش دلوقتي من البيت هدفنكوا فيه. فبتروح امه وتقول له يا ابني معلش اصبر علينا وهنديلك الفلوس اللي انت عاوزها. بس المعلم بيضربها وبيزعق لها وبيخلي ابنها دمه يغلي وبيروح علشان يقتله. بس المعلم بقى بيقول له لو لمستني هتروح السجن، عارفه يالا، وهتسيب امك واختك. بس في اللحظه دي داو بيوصل وبيضربه وهو مكانه. بعدها بقى بيقول له انا مستنيك، ما جيتش شغلك ليه زي ما اتفقنا. بعد كده بقى بيروح يكمل في الواد التاني ضرب علشان عرف انه ضرب 6 عجوزة. بس الواد طبعا ما بيسكتش وبيتصل بعيلته وبيحكي لهم كل اللي حصل. بعدها بقى بيجي واحد بالعربية تبع الواد اللي اتضرب وبيتخانق مع داو، بس بيتضرب من اخو ليو واللي بيقول له مالكش دعوه بالرئيس بتاعي، وكمان داو بيضربه معاه. بعد كده بقى وفي الوقت ده بيجي لداو رسائل من النظام وان في مواهب تانية اتضافت لقوته. بعد كده بقى بيحس انه بيشتت انتباهه علشان يجي الواد التاني من ورا ليو واللي لسه هيضربها من الظهر، بس في لمح البصر كان داو وراها وخد الضربة مكانها. وساعتها بقى بيوصل واحد تاني من العائلة دي، بس بيقعد مع داو علشان يحلوا الموضوع بالراحة وبيعرض عليه شيك ب10 مليار، وده يعني كتعويض عن اللي حصل. بس ليو بتقول له انا مش هقبل الشيك ده. فبيتعصب وبيقول لها امال انت عايزه ايه. فبيقوم داو وبيقلب الترابيزه عليه وبيقول له يلا اخرج من هنا بقى. بعد كده بقى بنروح لمكان تاني على البحر وبنشوف الشخص اللي كان بيقاتل داو واللي بيكون معاه برضه الراجل بتاعه. فبيقول له ايه دورت على الشخص اللي قلت لك عليه. فبيقول له انا بدور وبمشي ورا الادله. فبيسيبوا السيد بتاعه وبيبص للصوره اللي في ايده وبيقول انت فين يا كينيا، انا مش هسيب ايدك المره دي. بعد كده بقى بنعرف ان البنت دي هي اللي عايشه مع داو في البيت، وبنلاقيها بتقول له كبير العائله هيعمل حفله عيد ميلاده لانه هيتم ال60 سنه. فبيقول لها هاخدك معايا بس هتتحرري مني في نص الشهر ده لان عقدك هيكون خالص، ابوكي كان جايبك ليا لمده 3 سنين وخلاص خلصوا. بعد كده بقى بيجي الليل وبيروحوا سوا الحفله وبيكون فيها الشباب اللي ضربهم الصبح. بعد كده بقى بيطلع كبير العائله على الكرسي المتحرك واللي بيعلن ان المنصب بتاعه هينقله لابنه لونج. فبيتعصب ابنه التاني واللي بيكون اسمه رينجي، وساعتها بقى بيقول لابوه انت شكلك كبرت وخرفت في قراراتك. بس بعد كده بقى بيجي لونج وبيرنوا العلقه التمام علشان قل ادبه على ابوه. بس ساعتها بقى امه بتيجي تحوش عن ابنها فبيضربها هي كمان. تصدق ياض طلعتوا كلكوا عيله زباله بتضرب امك يا هبل. بس برضه كل اللي في الحفله مش مصدقين لان اللي خلاه الوريث ده ابنه الغير الشرعي. ايوه انا قلت كده اكيد يعني مش هيضرب امه. فبيقول لهم لونج الابن الغير الشرعي هو رينجي مش انا، وهثبت لكم ده بالاختبار اللي هعمله. بس بيصرخ رينجي قبل ما يطردوا بره البيت وبيروح ينحني تحت رجل داو وبيقول له الحقني ابوس ايدك ويا عم هديلك مشروع البنى الجديد. فبيقول له داو والمستشفى كمان تكون ليا، ما عندكش خيار تاني. فبيقول له خلاص موافق. بعد كده بقى بيجي لونج واللي بيقول له اخرج انت بره الليله دي وملكش دعوه. بس بيفاجئوا بقى داو لما بيمسك التحليل وبيقول له قدام الكل انت مزور يالا. وبيروح للدكتور اللي واقف وبيقول له ده مزيف ولا لا، وبيقرب جنبه وبيقول له ابنك شغال عندي وما تقلقش هخلي بالي منه على الاخر. ساعتها بقى الدكتور بيتوتر وبيقول للكل ده فعلا مزور. فبياخدوا ده وبيقطعوا وبيخلي الكل يغير كلامه ويقولوا ان لونج هو اللي استغلهم علشان يكذبوا. فبيتجنن لونج وبيقتل الشخص اللي اعترف بالكذب وبيموت ام رينجي. يخرب بيتك. لا ومش بس كده، ده كمان ابوهم بيموت من الصدمه مكانه، وده طبعا وسط صدمه الكل من انتقامه. والمعلم بقى بيكون رايح على داو علشان يخلص عليه هو كمان، بس بتقف قدامه كينيا وبتقول له مالكش دعوه بيه. فبيمشي لونج ورجالته وبيقولوا له هرجع لك تاني لازم انتقم منك.
فبياخد داو مراته وبيروح على البيت، بس بيقابل لين وبيديله السلاح اللي جابهوله. بس في اللحظة دي بيسمعوا صوت كينيا بتصوت، ولما بيدخلوا على صوتها بيلاقي واحد من رجالة لونج فبيخلص عليه، وبيشوف لونج واقف فوق النجفة والغضب بيكون عميه وبيهجم على داو بالخناجر. بس داو بقى من حسن حظه كان وصل للمستوى التاني و9 تنانين امبارح، وبيستخدم طاقة حماية الجسم من أي هجوم. بس برضه لونج بيستخدم معاه خدعة مهارية بيوقعه بيها وبيقرب عليه وبيقول له انت خدت مني كينيا وخدت مني كل حاجة. بس بتظهر كينيا قصاده من تاني وبتقول له ما تموتوش، فبيقول لها انت حبيتيني وخنتيني، فبتقول له انا معرفش مالي بس انا مش عاوزاه يموت. فبيسألها داو وبيقول لها هو انت بتحبيه؟ فبتقول له لا انا بعتبره كأخ مش اكتر. فبيضحك لونج وبكل غضب بيقول لها اخ انا زي اخوكي؟ معلش يا صاحبي كلنا لها. فبيتجنن على داو وبيقول له محدش هينجدك مني دلوقتي، هخلص عليك يعني هخلص عليك. بس ساعتها بقى بيجي لين وفي اللحظة دي بيضرب عليه نار بالمسدس اللي خده من داو. وساعتها بقى المعلم لونج بيستخبى علشان يتفادى ضرب النار، بس برضه بيكون مستغرب ليه ملك الجنود بنفسه بيساعده كده. بعد كده بقى بيكون القتال بينهم متبادل، بس لونج برضه ما بيقدرش على ملك الجنود وبيتهزم قصاده. بس بعد كده بقى بنلاقي كينيا بتستسمحه علشان يسيبه يمشي وما يقتلوش، فبيقول لها يعني انت بتحميه؟ طب غوري معاه. فبياخدها لونج وبيمشي على البيت، وساعتها داو بيفتح النظام وبيستمد منه تقنيات ومواهب بتزود قوته. وبره البيت كينيا ما بترضاش تمشي مع لونج وبتقول له ان داو انقذها من ايد الاشرار وان هي مش هتسيبه. فبيطلع داو ياخدها وبيعمل لها حاجه تشربها، بس بعد كده بقى بنلاقيها غابت عن الوعي، فبيدخلها تنام شويه وبيسيبها وبيروح للمركب ورا لونج. بس المعلم بقى بيقول له انت وعدت كينيا انك مش هتقتلني، فبيقول له ما هي مش هتعرف حاجه. فعلى طول بيهاجموا بالخناجر، بس يوان كان اسرع منه بعد تطور مهاراته وبيمسكها في ايده وبقوه التنانين اللي عنده بيطلق عليه تعويذه بتقطعه خالص. بعد كده بقى بيفكر داو يغير روتين النظام ده ويفتح له التطورات المخفيه، فبيروح يقابل البنت صاحبه النظام وبيطلب منها تفتح له المميزات دي، بس هي بترفض في الاول. فبيضطر داو انه يحوطها وبيكتفها في الاخر وبيفضل يضغط عليها، وفي الاخر بتوافق علشان يكمل في النظام، بس ده عن طريق نقاط هيملاها في حالة إعجاب أو خوف الناس منه، واللي بيكون اسمها نقاط السمعة. بعد كده بقى بيجيله مكالمة من ليو واللي بتقوله الحقني مدير المتحف مش عايز يسيبني علشان الطبق اتكسر. بعد كده وعلى طول بيروح داو وبيعرف منها إن في زبون حاول يتهجم عليها وكسره عن قصد، وفي اللحظة دي بقى الناس اللي في المتحف طلعوا التليفونات وابتدوا يصوروه. فبيقول داو كويس قوي خليني بقى ألم نقاط السمعة، وبيمسك الراجل اللي حاول يتهجم على ليو بيطلع عينيه، لا وكمان لين بيكسر له كل الاطباق اللي في المطعم. بعد كده بقى وفي اللحظة دي بيكون اتفرج على اللايف أكتر من 30,000 واحد، والمعلم ده ولم نقاط بشكل مش طبيعي لحد ما بتوصل يونوكسي واللي بتطلع تعرف داو وهي ورجالتها بيتصدموا. بعد كده بقى بتروح تعاقب المدير اللي خلته يمسك المتحف وبتخليهم يقطعوا ايده. يا ساتر. والمعلم ده بقى عمال يلم في نقاط كتير وصاحبة النظام نفسها متفاجئة منها. بعدها بقى بيصلح داو القطعة الأثرية اللي في المتحف، وبيجي الشخص اللي كان راهنها بمبلغ كبير علشان ياخده، فيونوكسي بترد له الواجب اللي عمله وبتديله المتحف ليه. بس المعلم ده بياخده وبيديه ليو وبيقول لها ده هيبقى بتاعك انتي، فبتفرح جدا وبتشكره وبتقول له انت اجمل اخ في الدنيا. بعد كده بقى بتيجي المذيعة تقول له ممكن اصور روتين يومك مقابل اجر تديهولي حتى لو كان بسيط والباقي ليك. فبيقول لها لا انا هديلك المكافآت كلها بس بشرط تمضي معايا عقد لمدة 10 سنين. فبتوافق المذيعة وبتفضل تصور كل حاجة بيعملها في يومه، ودي بقى هتكون مصدر ثابت بيجمع منه نقاط للسمعة. بعدها بقى بيجيله خبر ان روكسو وبنت عائلة جيانج راحت له البيت، فبياخد المذيعة وبيقول لها تعالي علشان افرجك على بيتي. بعد كده ولما بيروح بيلاقوا روكسو اللي بتقول له خلاص انت كسبت، احنا موافقين انك تشتري الشركة ب10 مليار.
فبيقول لها لأ للأسف أنا غيرت رأيي. فبتصرخ في وشه وبتقول له إيه بقى الخدع اللي أنت عايز تلعبها علينا من تاني؟ فبيفكر داو إنه عاوز يكسبها. فبيقول لها خلاص أنا موافق، وكمان هخليكي تمسكي أنت المجموعة وتكون الرئيسة لأني عارف إن أنت عبقرية في المجال ده. فبتتفاجئ روكسو وبتفرح من جواها، وده بقى بيزود نقاطها ليه بشكل كبير قوي. وبعدها بقى داو بيقول أنا بقى معايا كم كبير جدا من نقاط السمعة واللي تخليني أروح أدور على الكنز. بعد كده بقى وبالليل بتعزموا ليو على العشاء في المتحف، وبره بيكون بيراقبوهم الشخص اللي جه اشترى التحف هو والمساعد اللي معاه، وبيستنوا لما يمشوا منه والمتحف يفضى وبينطوا من الشباك في الضلمة. والشخص ده بيستخدم قوته علشان يستكشف بيها الكنز، واللي بالفعل بيلاقيه وبيطلعوا منه الآثار اللي موجودة فيه. بس بعد كده بقى بيفاجئهم داو لما بيظهر من وراهم وبيقول لهم تصدقوا حلوة الصفقة دي؟ فبيتصدموا هما الاتنين. بعد كده بقى بتقوم المعركة ما بين الأرجواني وما بين داو، والاتنين بيفضلوا يتقاتلوا، بس طبعا داو بيكون الأقوى وبيديله ضربة قوية بيجيبه في الأرض. فالبنت اللي معاه بقى بتطلع المسدس وبتوجهه لداو وبتقول له الآثار دي كانت ملك لينا وكانت متهربة بره الدولة، وهم ما كانش قدامهم طريقة تانية علشان ياخدوها. فداو بيقول لها وأنا هساعدكم، بس الأرجواني بيبص له بشر وبيقول له للأسف فات الأوان. وفجأة بنلاقي ليو ضرب الداو بالسكينة، واللي ساعتها بيكون مصدوم. وفي وسط صدمته دي الأرجواني بيضحك بشر وبيقول له ما أنا نسيت أقولك أنا بعرف كمان أستحوذ على الأرواح يا ابن الصيعة. وقبل ما يمشي بيقوم ضارب ليو هي كمان بالسكينة وبيخرج وبيقول له أشوفك في الآخرة بقى. بعد كده بقى داو بيطلب من رئيسة النظام إنها تنقذ ليو وبيفضل يترجاها. وتاني يوم بنلاقيها في المستشفى بعد ما فاقت، وبيدخل لها داو وهو كويس، فبتحضنه وبتقول له أنا آسفة. فبيقول لها ما تخافيش أنا هنتقم منه وهجيب لك حقك. بس بعد كده بيظهر قدامه في شاشة النظام إنه لو قدر يتغلب عليه هيكسب ساعتها كل المهارات اللي موجودة. بعد كده بقى بنشوفهم قابضين على يونيكسي بتهمة سرقة الآثار الوطنية، بس وهم في الطريق بيعطلهم كده شوية عربيات وطيارة بتيجي من فوقيهم واللي بينزل منها داو. فبيقول للبنت اللي كانت مع الأرجواني واللي اسمها لومان طبعا انت جالك إحباط لما شفتيني صح؟ فبتقول له لومان هيجيلي إحباط ليه طيب؟ فبيحس داو ان هي مش بتكذب وان في حاجة غريبة، وبيفهم ان تشين الأرجواني عمل فيها حاجة هي كمان. فبينكس بعدها يونيكسي وبيقول لها يلا تعالي علشان اروحك البيت. ولما بيوصلها بيلاقي ان العيله كلها مقلوبه عليه ومحدش واقف في صفها، وكمان عاوزين يشيلوها من المنصب بتاعها في عائله باي. بس رجالتها بيروحوا علشان يضربوا الراجل اللي خانها، ولكن هو بيضربهم كلهم مرة واحدة وبيروح يرفع ايده عليها وبيقول لها دورك جه. بس في اللحظة دي ايد داو بتحميها لما بتديله هو الضربة اللي بتطيره بعيد عنها. بعد كده بقى الحرب بتقوم بينهم، ولينج بيحس بقوة داو القوة العميقة اللي مش هيقدر يتغلب عليها. بس بيفضل الهجوم اللي ما بينهم يمر، وكل واحد فيهم بيواجه التاني بالمهارات اللي عنده، ولكن داو بيقدر يخترق الحماية بتاعت لينج والخنجر بيسيبه في القلب بالظبط. وكل ده بقى وسط صدمة العيلة واللي بتقوله ازاي تتجرأ وتقتل حد من عيلتنا، احنا مش هنسكت. فبيروح داو يضرب كبيرهم وبيكتفه وبيقول للومان خد الأدلة وبصماتهم من على الآثار علشان يتقبض عليهم دلوقتي. فبيقول له كبير العائلة بس أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنت بتقبض عليا ليه؟ فبيقول له علشان قتلت أبوك. فبيقول له لا ما حصلش، أنت بتتهمني بالكذب، ده أبويا يعني عمري ما أعمل كده. بس فجأة بقى بيظهر أبوه وبيقول له يا كلب انت سممتني وقتلتني. ويا عيني اول ما بيشوف ابوه ورجع من تاني بيطب ساكت ما بيحطش منطق يا عيني. وساعتها بقى بقية العائلة بتتحبس والمنصب بينتقل ليونيكسي، واللي ساعتها بتشكره وبكل فرحة بتقول له بس انت ازاي رجعت جدي بعد ما مات؟ فبيقول لها اصل انا معايا حبوب العودة العظيمة كنت وارثها وهي اللي رجعته. وبيقول في باله ايوه خاطرت بالحبوب اللي معايا، بس هقدر اخد النكتتين العبقريتين دول مع قبضة التنين، ودول بصراحة يستاهلوا. وبتكون المذيعة بتصوره وهو مع يونسكي ونقاط السمعة عمالة بتزيد، ولما بيشوفها داو بيتفاجئ ان هي وصلت ل2.5 مليون. بعدها بقى يونسكي بتقول له في مجموعة من احجار اليشم وصلت، ايه رأيك تيجي معايا ونشوفها؟ فبيقول لها ماشي بس هاخد معايا اصحابي. بعد كده بقى بيروح داو معاها وبيكون واخد معاه المذيعة وليو. بعد كده بقى وهم ماشيين
داو بيشوف حجر الملك الاول واللي بتكون قيمته عاليه جدا، فبيقول هو ده اللي انا كنت بدور عليه بالظبط. فبيجيله لين وبيقول له ان تشين بره بس ما دخلوش علشان معهوش بطاقه. فبيتفاجئ داو وبيقول له دخله، وبعد كده بيقول له اديله بطاقه الحرس اللي مش عاوزين يدخلوه. وبالفعل بيدخل وبيروح يتفرج على باقي الاحجار، فبيسجل انواعها وسعرها علشان يميز اللي هيشتريه. ومن ناحيه تانيه داو بيراقبه كويس وبيشوف اللي بيسجله علشان في الاخر هو اللي يشتريه. لا واد صايع يا جدعان. فيونسكي بتقول له هو بالرغم من ان تشين بيقدر يتعرف على الكنوز بس افرض في الاخر طلع غلط. فبيقول في باله انا مصدقه لان عنده عين ذهبيه ارجوانيه بيقدر يميز بيها كويس، ولو انا غلطت هو عمره ما هيغلط. بعد كده بقى بيشاور لها داو على نوع من الاحجار وبيقول لها اشتري ده نادر ومميز جدا. فبتقول له بس ده قيمته 500 مليون دولار، هو لو الصفقه بقت بمليار دولار كده انا هبقى خسرت كل فلوسي. فبيقول لها ثقي فيا. فبتقول له خلاص هشتريها، انا بثق في نظرتك كويس. بعدها بقى بيبدا المزاد على الاحجار من اول 500 مليون وبتبدا الارقام تعلى، وبنشوف تشين تيان واللي بيقول العائلات الاربعه موجودين النهارده بس محدش هياخد مني حاجه انا عاوزها، وبيضرب رقم 700 مليون دولار وبيكون اعلى واحد في المزاد كله. بس بعد كده بقى يونسكي بتيجي واللي بتقول له مش هتقدر تاخد مني حاجه انا عايزاها. بس تشين تيان بيتصدم اكتر لما بيشوف داو عايش وبيقول طب ازاي؟ ضربة واحدة بس من الخنجر كانت كفيلة تقتله، ودي حاجة بقى بتخليه خاف. والمعلم لين لما بيشوفه بيقول البجح وليه عين يظهر من تاني انا لازم اقتله. بس داو بيوقفه وبيقول له استنى العرض هيبدأ دلوقتي. وهما الاتنين بيبصوا بشر لبعض وبيكمل المزاد والارقام بتزيد عليه بشكل كبير لحد ما بيوصل لمليون دولار. وساعتها بقى داو بيساعد يونسكي لان هي اللي وصلت المزاد للمليون وبيخليهم ينسحبوا وبتفوز هي بيه زي ما قال لها. بعد كده بقى بنيجي لمرحله تقطيع الحجر واللي بيقطعوه علشان يطلعوا منه زمرد اليشم، وتاني قطعه برضه ما بيظهرش حاجه. فيونسكي بتتصدم وساعتها بتقول داو ضحك عليا ولا ايه؟ انا كده خسرت. بعد كده بقى بيجي الواد تشين واللي بيقول لها دي اخر قطعه ليكي، ولو ما لقيتيش زمرد هتكوني خسرتي كل حاجه. ايه رايك اشتري بقيه الحجر منك ب 200 مليون؟ يا عم الناصح. بس هي هنا بتفكر ان هي ما قدامهاش حل تاني علشان ما تبقاش يعني خسرت كل حاجه ولسه هتتكلم. فبيقاطعهم داو وبيقول عايز تاخد الحجر ابو مليار وتدفع فيه 200 بس؟ للاسف بقى نصيبك اني اكون موجود. والكلام ده كله بيكون بيتصور بتليفون المذيعة، يعني كله لايف قدام الناس، واللي هم عارفين ان ده شخص مش عادي وانه اكيد بيعمل كل ده الهدف. فبنلاقي تشين تيام متعصب وبيقول له مين اللي قال ان حجر اليشم ما ينفعش يتباع مرتين؟ هي مستعدة تبيعه وانا هشتريه، انت بقى مالك بالليلة دي؟ فداو بيقول له مالي؟ انت بقى ما تعرفش ان الست دي تخصني وان اي حاجة بتاعتها انا اللي مسؤول عنها؟ فبيقول لها تشين طب ايه رأيك تبيعهولي ب 500 مليون؟ كده انا قللت خسارتك فيه للنص ومش هتلاقي عرض مغري زي كده، ولسه يونكسي هتنطق وتبيعه. بس ده قرصها وقال لها اسكتي. فبتقول له انت كده بتحاول تخسرني عن قصده ولا ايه؟ انت عارف ان احتماليه وجود الزمرد فيه ضعيفه جدا، احنا قطعنا الحجر وما لقيناش اي حاجه، انت بقى اللي مخليك متاكد كده. فبيقول لها انت مش شايفه هو مصمم قد ايه انه يشتري الحجر؟ طب اشمعنى الحجر ده بالذات؟ لا وكمان عايز يدفع فيه 500 مليون وعاوزاه يكون حجر عادي. فبتقول له طيب لو طلع فيه زمرد زي ما بتقول هنقطع الحجر ازاي بقى؟ فبيقول لها داو دي بقى سيبيها لي انا. فبنلاقيه بيحط ايده على الحجر بالتقنيه اللي عنده فبيظهر له الزمرد اللي فيه، وكل الرجاله بقى اصحاب العائلات الكبرى واقفين مش مصدقين ان داو ممكن يكون صح. يا ترى بقى داو هيطلع صح ولا يونسكي هتخسر كل حاجه؟ ده بقى اللي هنعرفه في القسم اللي جاي ان شاء الله. فمش محتاج اوصيك اشترك في القناه وارزع لايك للفيديو علشان باذن الله يوصلك اي فيديو جديد ينزل على القناه. والاهم بقى انك تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.